كان في مدينة كلها بتلمع، البيوت متزوقة، الناس لابسين أفخر ما عندهم، وكل واحد فيهم شايف نفسه أهم واحد في العالم. لكن كان في واحدة مفيش زيها، كانت اسمها ليانا. ليانا دي كانت جميلة، لا مش جميلة، دي كانت أكتر من جميلة. كان شعرها دهب، عينيها بتلمع، ومفيش شارع تمشي فيه إلا والعيون كلها تلتفت لها. لكن ليانا ما كانتش بتحب غير حاجة واحدة بس، المراية. أيوة زي ما سمعتوا، المراية. كل يوم قبل ما تبدأ يومها كانت تقف قدامها وترفع راسها وتقول: أنا الأجمل، أنا الأذكى، وأنا بس اللي أستحق كل حاجة. بس في الحقيقة قلبها كان فاضي، كل حاجة عندها كانت منظر، مفيش جوهر. وفي يوم دخل المدينة تاجر غريب، معاه مراية مغطية بقماش أحمر، وقال جملة واحدة بس، قال: خلي بالكم، دي مش مراية الحقيقة، دي بتعكس، مش ما بتعكس وشك، دي بتعكس روحك. ليانا قعدت تضحك وراحت قالت: أنا هشتري المراية دي، أنا أصلا جميلة من جوه ومن بره، مش فارقة كتير. لكن في أول ليلة لما فتحت القماش صرخت صرخة كبيرة جدا. عندها حق، أصل اللي شافته ما كانش وشها.